كل التحية لي الكابتن حسام حسن من القاهرة بعدما شرف الوطن العربي ومصر في أفضل كاس عالم خضناها على مر تاريخنا. كل التحية للاعبي المنتخب المصري من مصطفى شوبير والحد محمد صلاح، لأن الكل على مدار البطولة قدم وأقنع وأمتع في بعض الأوقات، ولولا تفاصيل صغيرة هنتكلم عنها فنيا بالتأكيد، لكن لازم يبقى الحديث في هذا التوقيت زي الشعب المصري اللي حاسس ان في مرارة، اللي حاسس ان الامور ما هياش طبيعية 100%. الاخطاء الفنية هنفرد ليها مساحات، لكن انا النهاردة لو كان اسمي البرازيل، لو كان اسمي المانيا، لو كان اسمي ايطاليا، لو كان اسمي اسبانيا وبخوض المباراة دي مع الارجنتين، هل كل الاحداث كادت ان تبدو منطقية؟ حاجة يا جماعة انه في هذا البرنامج عمرنا ما عرجنا على موضوع التحكيم ده اكبر من اللازم، لكن النهاردة في المباراة هناك بعض الأحداث التي تستحق الوقوف وإنك تقول بالفم المليان إنه كابتن حسام حسن ما قبل نهاية المباراة لما راح واعترض علنا على حكم المباراة على كورة صلاح كان في منطق، كان في منطق بمقياس الحكم، لأنه ممكن حكام تعدي الكرة دي عادي يؤخذ منها ويرد، لكن المنطق اللي منعتني منه من هدف ثالث هو نفس المنطق اللي صلاح وقع عشانه، نفس حالة التلامس هي. فإذا كان الموضوع بهذا الشأن وبهذا المقياس عند حكم المباراة، والله أعلم، ما أقدرش إن أنا أؤكد هذا الأمر، لكن متداول بشدة على كل المنصات فيديو منقول عن إحدى المنصات المغربية الكبرى في الوطن العربي لرد فعل إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي على هدف منتخب مصر، وهو بيعمل كده وبيضرب كف على كف، ولما وعي إن ممكن يكون عليه كاميرا بدأ يسقف بعدها بأربع 5 ثواني ويجلس جنبه الباقين وهم شايفين هذا المشهد. متداول ليس مؤكد، لكن بقول كل اللي بيحصل بحكم اللحظة الحالية. استحقينا احترام وتقدير الجميع، عملنا اللي علينا، كان عندنا أخطاء بلا نقاش وده هنتكلم فيه في الإطار الفني علشان العاطفة ما تاخدناش، لكن في النهاية كل التحية والتقدير لهذا المدرب اللي أثبت إن فيه قماشة، وأثبت إن احنا بنعرف نلعب كورة، وأثبت إن مهما وصلنا من مرحلة بنقول فيها إن إحنا ما عندناش موهبة، فإحنا بنقارن بإرثنا بتاريخنا اللي كان فيه أرقام أكبر من كده بكتير، لكن على الأرض النهاردة الدوري ده اللي إحنا نفسنا أحيانا نقول إنه ما بيطلعش لعيبة، طلع عندك لعيبة في أرض الملعب هم أبطال في أماكنهم، وأثبت إنه في الآخر مدرب بشخصية بشكل يقدر يوصل بيك لمرحلة لم يكن العالم يتخيلها. كل التحية لكل الناس، وكل التحية لكل اللي فرح لنا وقت الفرحة، والكل اللي أنا متأكد في الوقت الحالي اللي بيعيش مرارة الشعب المصري ويسمع دويها في الوطن العربي، في غزة الحبيبة وفي كل المدن العربية. في تفصيلة يا كابتن أحب أناقشها مع حضرتك، لأن أنا بحب ميسي جدا، لكن في الآخر إنه يتحط الموضوع في إطار ميسي أنا ده مضايقني. يعني ميسي لحد الدقيقة 79 غير حاضر في المباراة. المنتخب المصري رقميا إحصائيات الفيفا إنه أجبر على خسارة الاستحواذ 27 مرة. ميسي أسهل من لعب الكرة العرضية اللي كان ممكن أي حد يلعبها للأمانة، يعني بشماله جوه ال 18 أي حد ممكن لو باك شمال هيلعبها كده، وسجل هدف من دربكة كبيرة جدا جوه ال 18. ميسي النهارده أنا ما شفتوش سجل وصنع، بس أنا ما شفته. يمكن المشكلة عندي، حضرتك قول لي. لا خلي بالك، مش في معظم مباريات الأرجنتين ما بتشوفوش، طالما أن هناك شق خاص بالضغط والبريس وقرب الخصم منه، أنت ما بتشوفوش إلا في اللحظات الحاسمة الفارقة. يعني أنا النهارده ما خسرتش بسبب ميسي؟ لا أنت خسرت بسبب مساهمة ميسي، لكن الأرجنتين كتيم أعتقد أنه من غير ميسي كان ممكن ما يصنعش الفارق اللي حصل النهارده. طب انا خسرت ليه النهارده؟ خسرت لان انت فنيا بقى بدايه انت الشوط الاول كنت متميز ومتقدم 1-0، متقدم شكلا وموضوعا، لانك قدرت تقفل المساحات في نص ملعبك بنسبه 90%، قدرت تؤدي الضغط المؤثر على الخصم في لحظات الاستلام بشكل قد يكون يفوق 90%، وبالتالي التمريرات السليمة والاستلام ما بين الخطوط عندك في نص ملعبك كانت كلها في صالحك وكانت غير مؤثرة. قد تكون بذلت جهد كبير في ال 45 دقيقة. بمرور الوقت في الشوط الثاني أنت بدأت تفقد
خاصيه وجوده الضغط في التوقيت المناسب وبالنوعيه المناسبه. كويس. كانت هناك مساحات فيها بيستلم منتخب الارجنتين مش في نص ملعبك بقى، ابتدوا يخترقوا نص ملعبك ويوصلوك لانك تعمل اللو بلوك من على حدود منطقه الجزاء. وهنا تيجي الخطوره في ان الكره بقى فيها بالنسبه لهم تنوع في الاختراق. انت بديهم مساحه تنوع ما بين العمق، بالرغم من ان انت خالق زحمه في منطقه العمق، وما بين ان هو يروح على الاطراف ويعمل الكروس. ماشي يا كابتن. يا مثبت العقل والدين، يا رب. الدقيقه 79 2-0 وانا تمام، وهم بيعيطوا، وسيميوني قايم من مكانه بيبص يشوف هيمشي منين وهيطلع بأنهي بوابه. ده اللي في الملعب. كابتن حسام بدأ يبص على التغييرات. هيثم حسن وقع، كل حاجه باظت. يعني انا في النهايه خسرت هيثم حسن اللي هو ما كانش معايا اصلا، مش بادئ بيه البطوله. ايوه، جه واضاف لي وعمل كل حاجه ومان اوف ذا ماتش عندي، انا موافق. بس 11 دقيقه مش قادر اقفل احسن من كده. يعني هل هنا حدث خلل فني واضح ادى بيا ان انا في 10 دقائق اتغلب 3، ولا مساله قدريه وقدر الله ما شاء فعل؟ بص، كل الاهداف اللي دخلت مرمانا هي نتيجه اخطاء، واي جول بيدخل حتى الجوان اللي احنا جبناها هي نتيجه اخطاء عندهم. فاي هدف بيدخل بيبقى سببه الرئيسي ان هناك خطا دفاعي 100% بشكل او باخر. الاهداف اللي دخلت عندنا اكيد لها اخطاء، لها اسبابها. يعني الكروس اللي انت بتتكلم عنه الخاص بميسي، هو الشوط الاول ما كناش بندي مساحه لان العرضيات دي تتعمل. احنا كنا بنعمل البريس بعرض الملعب وبطول الملعب، فحتى الكوره لما كانت هم بيحاولوا ينوعوا من هجماتهم ويروحوا على الاطراف، كان الضغط على الاطراف بيمثل عنصر حد جدا ما بيسمحش بان الكروس يتعمل. وحتى لما كان بيتعمل ما كانش بيتعمل بالجوده اللي اتعمل بيها الكروس بتاع ميسي. خلي بالك كروس ميسي انت بتقول لي اي حد يعمله، اي حد ممكن يكون مهاري يعمله، لكن هو عامله يعني في المكان ده، عامله للراجل ده. ماشي، بس انا تعبت ولا انا قصرت؟ انا تعبان بدنيا وقعت، ولا انا قصرت اني ما ركزتش؟ انا تعبت وفقدت تركيزي. واكيد هناك نسبه من القصور، لكن خلي بالك بالتسلسل اللي انا بقوله لك ده. تعبت، فالتعب وداك لفقد التركيز، فقد التركيز وداك لقصور في اداء ادوارك. بس ما هو للامانه برضه يا كابتن، تريزيجيه نازل فريش، مرموش نازل فريش، حمدي نازل فريش، حمدي نازل فريش، اكيد انا عارف، وبلعب ب5. لكن انا عايز اقول لك حاجه، حمدي من اخدهم واحد واحد كده. حمدي نزل في الدقيقه 46، لكن انا قعدت 10 دقائق مش حاسس بدوره. هو كان بيلعب 6 من تحت مروان، وانا تصورته انه هيلعب ثالث تحت بين رامي وياسر. لا، ده طلع قدامهم وكان بيلعب 6. ما حسيتش بدوره قوي، بقيت مش عارف هو ايه الجوب بتاعته، يعني ايه اللي مطلوب منه. يمكن بعد 10 دقايق ابتدى يبقى له ظهور، ابتدى اشوف له عمل فاول على الطرف ما كانش المفروض انه يحصل. ما حسيتش انه مثل اضافه، يعني انه التغيير ده مثل اضافه حتى لو كانت دفاعيه. مرموش ما زال يعني له اخطائه اللي ممكن في الكره الاخيره اللي خدها وعمل دريبلينج. صحيح، كان الباس كان عمل باس في توقيت مناسب بدقه مناسبه، جون كان خلص، يعني جون كان انهى بقى الموضوع. فما زال مرموش هناك علامه استفهام. دقيقه 79 التحول اللي حصل في المباراه، هل هناك ربط بين ذلك وبين التغييرات؟ لانه مثلا تغييره مرموش كانت في محلها، ولا كنت تنزل مدافع اضافي حسام عبد المجيد مثلا او لعيب اضافي في نص الملعب كان اكتر؟ الحته بتاعت التغييرات في اخر 10 دقائق يؤخذ منها ويرد، ولا ما كانش؟ لا، يؤخذ منها ويرد. هقول لك رايي، بس انا بقول رايي بعد الماتش. خلي بالك، بعيدا عن المسؤول على الدكه. ماشي. يعني انا كنت افضل، انت في الدقيقه 79 جا فيك الجون الاولاني، في الدقيقه 80 عملت تغيير خاص مرموش زيكو. انا كنت افضل انه يحصل 2 في التغيير ده، انه 2 ينزلوا و2 يطلعوا، وانه في الدقيقه 80 من قبلها ب5 6 دقايق واضح ان صلاح انهك، فابتدى يفقد الكره من رجله، ابتدى التحاماته ما تبقاش، وده طبيعي.
واذا كنت بفكر فيما هو قادم فانا في حاجه لان انا احافظ على طاقته بقدر الامكان واحافظ على حيويه الفرقه. كنت افضل انه زيكو وصلاح الاثنين يطلعوا مع بعض ومرموش ينزل مكان صلاح مش مكان زيكو. لا مكان زيكو التغييرين بقى ماشي. انه حسام عبد المجيد ينزل مع مرموش اوكي، والعب 3 في القلب، لانه انا بقول لك كان عندنا مشكله كبيره جدا في التعامل مع الكور العاليه جوه ال 18 وانت غير قادر على انك تمنع السورس، تمنع المصدر. بدنيا انت غير قادر، ذهنيا انت مش في حاله تسمح لك بانك تمنع زي الشوط الاول. خلاص يبقى على اقل تقدير اعمل بروتكت جوه المنطقه دي، العب بحسام ورامي وياسر عشان العب على الحاجات العاليه لما تيجي، والعب في نص الملعب مهند مروان حمدي. مهند حمدي ومروان. حمدي ومروان صح كويس. والعب بالثلاثه اللي قدام بقى تريزيجيه وزيزو. كان لسه ما خرجش، مهند خرج في الاخر خالص وزيزو نزل، كان لسه لحد اللحظه دي اظن ما خرجش. اقصد ايه؟ انهي بالتشكيل ده مفهوم. يعني يبقى عندي تريزيجيه وزيزو ومرموش، دول الثلاثه اللي قدام، العب 3-4-3 مفهوم. كويس. عندك تريزيجيه وزيزو على الاطراف سبورت للمجموعه اللي تحت، للثلاثه اللي تحت، وفي الوقت نفسه عندك هاني وكريم كمان تحت الاطراف. هتعمل بلوك، حتى لو انت ذهنيا مش قادر هترجع لحالتك الدفاعيه اللي صحيح. كنت عليها في الشوط الاول.